الكثير من الكرد في دمشق استعرب. يا ترى يعتبرون أنفسهم أعرابا، كما قلت أنت أن المصطلح عرب هو مصطلح حديث جاء بعد الإسلام، لذلك عندما أقول أعراب عليهم ألا ينزعجوا، لأنهم يقولون لنا أكراد على وزن أعراب. متى ما تركوا كلمة أكراد حينها أفكر أن أناديهم بعرب، هذا من حقي وليس إهانة أو تقليل منهم، اسمهم هكذا ومذكور في القرآن هكذا. يا ترى ما سبب استعراب الكثير من الكرد؟ نحن نتكلم عن دمشق، كرد دمشق. طبعا أنا برجع بميز يعني في نوعين من الكرد بدمشق. حي الأكراد ما زال محافظ، يعني ما بسأل كردي بدمشقي لو ما بيتقن اللغة، مستحيل كردي من حي الأكراد يقول أنا مو كردي، مستحيل أبدا، ما بينكر أصله، بيحافظ على أصله، بيدافع عنه حتى الموت يعني. صح. لكن أكراد اللي سكنوا باللي احنا بنسميهم المدينة، احنا بنسميهم أكراد الشام، يعني أكراد الشوام اللي سكنوا مو بالمناطق حي الأكراد، اللي ساكنين بسوق ساروجة واللي ساكنين بالأحياء المدينة دمشق، يعني هدول نتيجة اختلاطهم بالسكان الأصليين ونتيجة المصالح، لأنه كلهم كانوا ذوات، يعني يا بيكونوا يعني عندهم إمكانيات اقتصادية كبيرة، يا بيكونوا موظفين دولة كبار أو بالجيش بهذيك الفترة، لذلك علاقتهم كانت مرتبطة مع بعضهم، وشافوا مصالحهم انه ما بيهمهم المفهوم القومي، بيهمهم مصلحتهم. تركوا مساله اللغه بشكل اساسي. حتى وقت بتساله بيقول لك إيه والله جدي كان اصله كردي مثلا، هو بيقولوا اصلنا كردي، ما بيقول لك انه انا كردي، يعني ما بيقول عن حاله كردي، بيزتها لجده او سته او لشيء تاريخ يعني. بينما هم كرد يعني بالحقيقه، يعني اذا بيعملوا تحليل دماء يعني كرد، يعني كرد اصليين، لكن نسيوا لغتهم، وهي مبنيه على اساس المصالح، يعني المصلحه هي الاساس فيها، والخوف. المصالح كانت قديمة، يعني بعد الفترة يعني بعد ما سقطت الدولة العثمانية وتشكلت دولة سوريا الحديثة، صار في عندهم منهم المصالح بتقتضي هالشيء. يعني هلا في كثير من الناس الكرد اللي كانوا هن يقودوا سوريا، هن أسسوا، يعني هن بنوا سوريا، يعني من ضمنهم الشهبندر، من ضمنهم مردان بيك، كل العائلات الكبيرة الدمشقية، كل العائلات الكبيرة هي من أصول كردية، نكروا كرديتهم مقابل المصالح، لأنه حتى يستلم سلطة لازم يكون بمفهوم الأكثرية، هو موجود بشكل أقلية يعتبر بدمشق هيك بمفهومهم، تبنى مفهوم الأكثرية ونسى، يعني حاول يبتعد عن قوميته. اللي أثر أكثر شيء بفترة، بصراحة يعني بشكل تأثير كبير، فترة الوحدة يعني وقت صارت الوحدة، يعني صرنا نحن الإقليم الشمالي، وطبعا كان في قومين عرب يعني قبل الوحدة. القوميين العرب يعني ضغطوا بهالمسألة واعتبروا الكرد من شعوبيين، يعني عم يتمسكوا بقوميتهم، اعتبرونا شعوبيين وننفي الآخرين بهالمفهوم. وكان لهم علاقات مع السلطة بمصر، وأعطوا معلومات خاطئة أنه تعداد الكرد بسوريا كلهم ما بتجاوز 200 ألف. بقى بهذاك الوقت جمال عبد الناصر قال إذا 200 ألف يعني بنعمل لهم انحلال يعني، وعملوا ضغوطات كبيرة بصراحة بهذاك الوقت. بقى أكثر الناس اللي انحلت اللي ما كانوا متماسكين بحي واحد، بينما حي الأكراد هو كان حي كردي خالص، ما كان قبل الوحدة ما كان في حدا غير كردي أبدا، يعني قبل 58 كل الحي كردي، يعني مثل عفرين، يعني ما إذا ما بدي أقول 100%، 99.9 كرد كانوا بحي الأكراد، ما كان في خارج القومية. بينما بالأحياء الدمشقية كانت أحياء مختلطة، يعني فيها عرب وفيها كرد وفيها شركس، يعني مش مختلطة. لهيك يعني فضلوا على نسيان الأصول تبعهم والتمسك بالمصالح قبل مسألة القومية.